كان يا مكان في عالم مليان بالخيال. كان في قطة جميلة اسمها لولي. كانت كل يوم بتروح الماركت، وأول ما تدخل بتروح تجيب الشيبسي والبيبسي والعصاير المليانة سكر والمصاصات والكانديز وكل الحاجات اللي فيها سكريات، وتشتري منها بكميات كبيرة جدا. بعدين تروح البيت، مامة لولي أول ما بتشوفها بتزعل قوي وتقول لها: يا لولي يا حبيبتي، الحاجات دي مضرة، ما تاكليش منها كتير، لازم ناكل خضروات وفواكه عشان تبقي قوية وذكية وصحتك مش تتعب. بس لولي كانت بترد عليها وهي متضايقة ومكشرة: ده طعمه حلو وأنا بحبهم، مفيش حاجة بتحصل لي، محدش ليه دعوة بيا. يوه. مرت الأيام وفضلت لولي على نفس الحال. أكلها كله كان سناكس وحلويات وتورتات، وكانت طول الوقت بتطلب برجر وبيتزا وبطاطس مقلية وكل المقليات اللي في زيوت ومليانة دهون، لغاية ما وزن لولي زاد جدا وبقت كسولة وبتصحى من النوم بالعافية وبتصحى مش نشيطة خالص، وبتروح المدرسة وهي متضايقة. كمان كانت دايما ماسكة الموبايل طول الليل بتلعب عليه، مش بتلعب بأي لعبة مفيدة، وبدأت تبقى عصبية وبترد بطريقة مش حلوة. وفي المدرسة المس بدأت تلاحظ إن لولي مش مركزة، لما تسألها سؤال تقعد تفكر وتنسى الإجابة. مرة المس قالت لها: لولي، اللي شاغل بالك؟ ليه مش مركزة معانا؟ لكن لولي ما ردتش، كانت متضايقة لأنها مش فاهمة الدروس. وفي يوم من الأيام وهي قاعدة في البيت بتاكل مصاصة وآيس كريم، فجأة حست بألم شديد جدا في أسنانها. فضلت تعيط وتنادي على ماما: أسناني بتوجعني جدا، مش قادرة آكل ولا أتكلم. مامة لولي خافت عليها جدا وودتها لدكتور الأسنان، والدكتور لما شاف أسنانها قال لها: يا لولي، انتي بتاكلي حاجات كتير غلط، الحلويات الكتير والشيبسي هم السبب في وجع أسنانك ده. مامة لولي كمان قالت له: لولي ما بقتش بتركز وبقت بتوقع كل الحاجات منها. قال لها: بصي يا لولي، أول حاجة عشان نبتدي نعالجك إنك هتبطلي الحاجات المضرة دي، وبدل الشيبسي والمصاصات هناكل فواكه وخضروات، وهتصحي كل يوم الصبح تغسلي أسنانك بالفرشة والمعجون، وكمان لازم نقلل موبايل ونلعب ألعاب مفيدة علشان تركيزنا يرجع أحسن من الأول، ونذاكر دروسنا. لولي سمعت الكلام وقالت له: حاضر يا دكتور، مش هعمل كده تاني، أنا صحتي مهمة ومش عايزاها تبوظ. وبعد ما رجعت البيت قررت إنها تبتدي حياة جديدة خالص. بقت كل يوم الصبح تصحى تغسل أسنانها وتاكل فواكه وخضروات، ولما تحس بالجوع بدل ما تاكل شيبسي كانت بتاكل خيار أو جزر، وبقت تاكل الأكل اللي ماما بتعمله المفيد اللي كله بروتينات وفيتامينات وحاجات جميلة، وبعدت عن الموبايل وبقت تلعب بألعاب مفيدة. وبمرور الأيام لولي حست بالفرق في أسنانها، بقت أحسن وبقت مركزة في المدرسة، والمس بتاعتها قالت لها: برافو يا لولي، بقيتي شاطرة ومركزة جدا. ولما رجعت البيت اعتذرت لماما وقالت لها: ماما، أنا فهمت إن الحلويات الكتير والموبايل طول الوقت كانوا السبب في مشاكلي، دلوقتي بقيت مبسوطة وصحتي أحسن. مامة لولي حضنتها وقالت لها: الصحة أغلى حاجة في الدنيا يا لولي. ومن يومها وبقت لولي القطة الشاطرة اللي كل القطط بتتعلم منها، وبقت تقول لهم: الأكل الصحي هم سر السعادة. قولولي يا أطفال، مين قرر يبقى شطور زي القطة لولي ويقلل الحاجات الحلوة وياكل أكل صحي ومفيد؟ ودلوقتي هقول لكم تصبحوا على خير.